السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. انا عايزة النهاردة اقول لكم على فكرة جديدة انا عملتها للبوفات. البوف اللي هو بغرزة البوب كورن ده عملناه قبل كده على القناة. دلوقتي انا عملته بالخشب زي ما حضراتكم شايفين كده. انا رحت للنجار وقلت له انا عايزه اعمل بوف خشب. عمل لي قاعده من تحت ومن فوق بخشب الام دي اف، ومن جوه حط لي الخشب اللي هو بالطول ده، وبعد كده دبسهولي بلوح ابلكاش. انتوا هتاخدوا الصوره او هتروحوا تقولوا له انا عايزه بوف خشب. القاعده عملتها 38 او 39، وطول البوف كله من البدايه للنهايه كان 35 سنتي. بعد كده بقى لما تلف بيه الابلكاش بقى شكله كده. ده بيبقى شكل البوف بعد تشطيب والصنفرة طبعا في الورشة بتاعة الخشب. بعد كده بقى عملت القطعة اللي هي بغرزة البوب كورن او بأي غرزة انتوا الفكرة كلها هي واحد. بشتغل قطعة هاند ميد عادي، قطر الدايرة 40، وبرتفع بيها لغاية ما اوصل ل35 سنتي. وبعد كده بغلف البوف ب رول فايبر برضو من عند الجماعة اللي بينجدوا. بجيب البطانة القطن، بعمل قطعة مدورة وبرتفع بيها برضو على المكنة بدوران البوف. وبعد كده بلبس البوف بقطعة الخيط اللي انا عملتها زي ما حضراتكم شايفين كده، بلبسها من تحت وباجي من فوق بعمل دور واحد بس تناقص بالإبرة. وبعد كده برجع تاني اعمل نفس الدايرة اللي انا عملتها في البداية، وبإبرة المنزلقة بإبرة اللي هي بتاعت التشطيب الشغل البلاستيك دي، وببدأ ان انا اعمل منزلقة بتبقى بالشكل ده كده. ده كده القاعدة من فوق، والصورة اللي كانت قبل كده ده النهاية. وده كده شكل البوف بعد ما شطبته. هي الفكرة كلها ان احنا نفس البوف اللي احنا عملناه على القناة قبل كده، ولكن ان احنا حطينا له القاعدة الخشب ديت خلت البوف متماسك، وتقدروا تستخدموه بكل سلاسة كده، ما يهبطش مثلا من الحشو الفايبر ولا اي حاجة. جميل جدا وعملي جدا جدا فوق ما تتخيلوا. زي ما قلنا القطر اللي فوق 40 سنتي، الطول ارتفعت بأي غرزة للقطر اللي فوق. الدايرة اللي فوق دي اشتغلت غرزة حشو عادية، وبرتفع بأي غرزة انتوا حابينها. انا هنا عملتها بغرزة البوب كورن، ولو حابين تعملوا اي غرزة بعد القطر اللي هو بتاع الدايرة اللي فوق ده بتعملوا اي غرزة انتوا تحبوها. حشو في الضلع الخلفي، اي غرزة انتوا تحبوها اشتغلوها زي ما تحبوا. المهم القطر اللي فوق ده بيبقى 40 سنتي اللي هو ظاهر معايا ده 40 او 43 سنتي. يعني ايه، لو حبيتوا انتوا تعملوا 43 عادي مفيش مشكلة. بعد كده بترتفعوا بالغرزة لغاية الطول انا عملت الطول 35 سنتي. وبعد كده بقى لبسته للبوف الخشب. زي ما قلت لكم انا جبت رول فايبر من عند المنجد، قلت له انا عايزة رول فايبر مش فايبر، رول فايبر. وقطعة سفنج دايرة، حطيت الاول قطعة سفنج دايرة فوق على الدايرة اللي هي ال40 ده كله على الخشب. وبعد كده لفيت الخشب بالدوران على الابلكاش بالرول الفايبر، ولزقته بمسدس الشمع. وبعد كده بقى لبست القطعة اللي هي الخيط، وقفلت زي ما قلت لكم من فوق دور واحد تناقص. وبدأت ان انا اعمل قطعة من تحت دايرة برضو على قد الدوران اللي ظاهر قدامي تحت، وبدأت اقفله بإبرة التنظيف. الدايرة اللي تحت اللي هي بتاعة التناقص ما تعملوهاش كاملة، مش ما تبقاش 40 سنتي زي اللي فوق، بتبقى اقل عشان يبقى الشد، يعني الخيط مشدود مع القفلة اللي تحت، يبقى شكله حلو، ما يبقاش مكعبر كده او مبهطل يعني، لا يبقى مظبوط. هحط لكم صورة برضو دلوقتي اللي انا بقول لكم عليه ده، اللي هي القفله اللي تحت بتختلف عن القفله اللي فوق. ده كده الدايره اللي هي تحت بتبقى اقل من الدايره الاولانيه، وبقفل بابره التنظيف ومنزلقه زي ما انتم شايفين كده. بس دي فكرة انا عملتها للبوف. يا رب تكون عجبتكم وتستفادوا كمان منها. فكرة حلوة جدا بتخلي البوف عملي، وتقعدوا عليه تحطوه مقاعد جنب مثلا اي يعني المشروع تحبوه تدخلوه في اي حاجة، تحطوه جنب انتريه، جنب ركنة، جنب تعملوه بف للسراحة او التسريحة. يعني عملي جدا. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم، وكمان الفيديو يكون لطيف كده وبسيط. ولو في اي استفسار ممكن تكتبولي في الكومنتات، وان شاء الله اشوفه وارد عليكم.